بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحلقة اللي فاتت خلصنا كلامنا عن أدوات التلوين، والنهاردة بإذن الله هنتكلم عن أدوات اللايرز. طيب في الأول كده عايزين نعرف إيه هي اللايرز. اللايرز باختصار عبارة عن الطبقات اللي أنا برسم عليها الأشكال. طيب عايزين نمثلها بشكل أوضح. عايزين نتخيل اللاير عبارة عن ورقة شفافة برسم عليها الأشكال، يعني أنا دلوقتي معايا ورقة في إيدي برسم عليها الأشكال، بس الورقة دي شفافة، فكل ورقة برسم عليها شكل معين، وبقدر من خلالها إن أنا أنظم الشغل اللي أنا عايزه عشان أطلع الشخصية في الآخر أقدر أتحكم فيها وأحركها بشكل سلس. طيب تعالوا كده ناخد مثال عملي. أنا هنا واقف على اللاير رقم 2. لو أنا دلوقتي رسمت الدايرة دي، فأنا كده رسمت الدايرة على اللاير رقم 2. لو أنا عايز أنشئ لاير جديد أرسم عليه، من علامة الزائد اللي هنا هضغط عليها وأختار فيكتور لاير. طبعا دي هنشرحها بشكل مفصل إن شاء الله لما ندخل على البانرز الخاصة باللايرز، بس إحنا النهاردة بنشرح الأدوات، فسريعا كده هنختار فيكتور لاير. أقدر هنا أرسم شكل تاني. تعالوا كده نغير اللون في الأول، وأغير لون الستروك، وأرسم المستطيل. تعالى كده معايا، عايزك تلاحظ حاجة مهمة. تعالوا بس هنا نغير اسم اللاير، هضغط هنا بالماوس ضغطة واحدة وهسمي ده المستطيل، وهضغط هنا ضغطة واحدة وأنا واقف على اللاير هسميه الدايرة. أنا دلوقتي عايزك تاخد بالك في الشغل بتاعك، هل أنا دلوقتي واقف على اللاير الخاص بالمستطيل ولا بالدايرة؟ لأن أنا دلوقتي لو أنا واقف على اللاير الخاص بالدايرة فهو كده مش شايف المستطيل. أنا مفيش أي تحكم هنا أقدر أتحكم فيه في المستطيل طالما أنا مش واقف على اللاير الخاص بالمستطيل. أنا هنا كده واقف على اللاير الخاص بالدايرة، فالبرنامج دلوقتي شايف معايا هنا الدايرة بس، مفيش أي حاجة مرسومة تاني على اللاير ده غير الدايرة. لو أنا وقفت على المستطيل هتبقى نفس الفكرة، أنا عندي هنا تحكم على المستطيل اللي أنا رسمه بس. البرنامج هنا نفس الفكرة، مش شايف أي حاجة تاني غير المستطيل. لو أنا عايز أوصل للدايرة لازم أنقل على اللاير الخاص بالدايرة. أظن كده الفكرة واضحة. تعالوا كده نمسح لاير المستطيل وهرسم كام شكل تاني مع الدايرة. هنا بقى عايزك تلاحظ إن إحنا رسمنا كل الأشكال على لاير واحد. أنا عندي كل الأشكال هنا راسمها يعتبر على ورقة واحدة. تعالوا كده نشوف أول أداة تيجي معانا في أدوات اللايرز، وهي ترانسفورم لايرز، ودي بقدر من خلالها إن أنا أتحكم في مكان اللاير. بس عايزك تلاحظ هنا معايا حاجة مهمة. أنا دلوقتي باتحكم في اللاير بكل الأشكال اللي مرسومة عليه. يعني إحنا قلنا إن إحنا نتخيل اللاير عبارة عن ورقة. أنا الورقة دي راسم عليها 3 أشكال. لما أحرك مكان الورقة فأنا باتحكم في مكان الورقة بكل الأشكال اللي مرسومة عليها، سواء إن أنا ممكن أكبر حجم الورقة أو أصغرها، أو إن أنا أتحكم في مكانها. فهنا بالتالي أنا باتحكم في الورقة بكل الأشكال اللي مرسومة عليها. أول حاجة تيجي معانا في شريط الخصائص اللي موجودة فوق هو البوزيشن الخاص باللاير. هنا بالنسبة لمحور إكس، لو أنا اتحركت بالبقرة بتاع الماوس فأنا كده باتحكم في مكان اللاير بالنسبة لمحور إكس. نفس الفكرة بالنسبة لمحور واي، المحور رأس فوق أو لتحت، إن أنا أكبر الأشكال أو أصغرها، وممكن أضغط ريست عشان أرجع للوضع الافتراضي للأشكال. أما بالنسبة للسكيل فدي بقدر من خلالها إن أنا أعمل سكيل للأشكال، إن أنا بمط الأشكال أو أضمها بالنسبة لمحور إكس. نفس الفكرة بالنسبة لمحور واي، أمط الأشكال أو أضمها، وممكن أضغط reset من هنا فأرجّع الأشكال للوضع الافتراضي بتاعي. أمّا بالنسبة للأنجل فهي الزاوية الخاصة بالlayer. أقدر من هنا أتحكم في الزاوية إن أنا بالِف الlayer يمين أو ألِف الlayer شمال، وممكن أضغط reset هارجّع الlayer للوضع الافتراضي. أمّا بالنسبة للflip horizontal وflip vertical، أول حاجة flip horizontal بتعمل معايا عكس الlayer بالنسبة لمحور X. لو أنا ضغطت هالاقي عمل لي عكس للlayer، عكس لي الlayer بالأشكال اللي مرسوم عليه. تاني حاجة flip vertical بيعكس لي الlayer بالنسبة لمحور رأس، هالاقي الlayer اتعكس معايا فوق وتحت. آخر حاجة تيجي معانا وهي المحاذاة، ودي باقدر من خلالها إن أنا أعمل محاذاة للlayers. وهنلاحظ هنا إن الاختيارات اللي موجودة معايا مش متفعلة، لأن المحاذاة بتحتاج لايرين أو أكتر. يعني أنا دلوقتي هارسم layer وlayer تاني وهاعمل محاذاة بين اللايرين. تعالوا كده نحذف الأشكال دي، نخلي وليكن الدايرة بس، وهاعمل layer تاني هاسميه وليكن مثلث، وهارسم فيه هنا مثلث،
نغيّر مكان الدايرة بس لازم نكون واقفين على الlayer الخاص بالدايرة، وأغيّر مكان المستطيل. أول حاجة عشان أعمل محاذاة بين اللايرين لازم أكون عامل selection على اللايرين. أنا هنا واقف على المثلث، هو عامل selection على المثلث، ممكن أضغط shift وأضغط على الدايرة اللي موجودة معايا هنا، فأنا كده عملت selection على اللايرين. هاضغط هنا على المحاذاة، هنلاحظ إن الoptions اللي موجودة معايا هنا اتفعلت. left هيعمل محاذاة بالنسبة لليسار، هاضغط control Z. right بيعمل محاذاة لليمين. center horizontally بتعمل محاذاة بالنسبة للمحور X. top بتعمل محاذاة بالنسبة لأعلى حاجة موجودة. bottom بتعمل محاذاة لأقل حاجة موجودة. center vertically بتعمل محاذاة بالنسبة للمحور Y. وكده نكون خلصنا شريط الخصائص لأداة ترانسفورم layer. طيب تعالوا كده نحذف المثلث، وليكن مع الدايرة هرسم نجمة وهرسم مربع. معظم الخصائص اللي اتكلمنا عنها فوق نقدر نتحكم فيها بشكل يدوي من غير ما نرجع للشريط اللي موجود معايا فوق. أقدر من هنا إن أنا أكبر اللاير بكل الأشكال اللي مرسوم عليه أو أصغره، وأقدر من هنا إن أنا أعمل تدوير، وأقدر من هنا إن أنا أغير مكان اللاير. فكده ده بيغنيني عن معظم الخصائص اللي موجودة معايا فوق. وكده نكون خلصنا أول أداة تيجي معانا في أدوات اللايرز وهي ترانسفورم لاير. نيجي لتاني أداة موجودة معانا. عايزك تلاحظ معايا هنا حاجة مهمة، إن أنا دلوقتي لما بتحكم في اللاير سواء إن أنا أكبره أو أصغره أو أعمل له تدوير، فهنا هتلاحظ معايا إن هو بيعمل لي تدوير حوالين مركز اللاير. مركز اللاير هنا اللي هو علامة الزائد اللي موجودة معايا هنا. أنا دلوقتي لو عملت تدوير كده هنلاحظ إن المركز أو السنتر بتاع اللاير هي النقطة دي اللي بيلف حواليها اللاير وكل الأشكال اللي مرسومة عليه. حتى لو جيت أعمل تكبير أو تصغير هيكون بالنسبة لمركز اللاير اللي هنا. أقدر أنا أتحكم في مركز اللاير، أنا مش عاجبني النقطة دي. أقدر من تاني أداة تيجي معانا في أدوات اللاير إن أنا أتحكم في مكان اللاير. أنا هخلي مثلا مركز اللاير هنا. تعالوا نلاحظ الفرق، بقى بيلف لي الأشكال بالنسبة للمركز الجديد اللي أنا اخترته. ممكن كمان أحط مركز اللاير هنا، نفس الفكرة مش هتفرق. يبقى أنا كده باتحكم في اللاير بالنسبة لمركز اللاير اللي موجود معايا، وأقدر إن أنا أغير مركز اللاير من هنا لأي مكان أنا عايزه. بالنسبة للمحور X فأنا كده باغير مركز اللاير بشكل أفقي، أو المحور Y فأنا كده باغير مركز اللاير بشكل رأسي. وممكن أضغط reset إن أنا أرجع مركز اللاير لمكانه الأصلي. تاني حاجة flip horizontal اللي اتكلمنا عنها بتعمل عكس اللاير على المحور الأفقي، وflip vertical بتعمل عكس اللاير بالنسبة للمحور الرأسي. وكده نكون خلصنا تاني أداة موجودة معانا في أدوات اللايرز. نيجي لتالت أداة موجودة معانا في أدوات اللايرز وهي follow path تتبع المسار. عايزين بس الأول كده نوضح الفرق بين الباص والشيب. هنمسح الأشكال دي، هرسم دايرة، هرسم دايرة تانية بس هلغي لون الفيل ولون الستوك. أول حاجة الشكل اللي موجود معايا هنا على اليمين ده عبارة عن باص يعني مسار، يعني هنا مش واخد لون الفيل ولا لون الستوك، مش متلون أي لون. اللون اللي موجود معايا على الشمال هنا عبارة عن شيب، شيب لأنه واخد لون الفل ولون الستوك. الباص اللي موجود معايا هنا مش لازم يكون واخد اللونين، لو واخد لون الستوك أو لون الفل يتحول معايا لشيب عادي. لأن دلوقتي لو أنا ضغطت كنترول أر هلاحظ إن هيظهر معايا الشكل اللي موجود على الشمال بس. يعني أنا دلوقتي لو أنا طلعت فيديو وعندي شكل مرسوم بالشكل ده مش واخد أي لون معايا مش هيطلع معايا في الفيديو، هو بالنسبة للبرنامج مش موجود. لو أنا دلوقتي أعطيته لون الستوك بس، تعالوا نعمل لون ستوك واضغط انتر كنترول ار، هلاحظ ان الشكل ظهر معايا. اظن كده الفرق واضح بين الباص والشيب. كده نقدر نشرح تالت اداة موجودة معانا وهي فولو باص. تعالوا كده نعمل لايرين، وليكن لاير ده هسميه دايرة، واللاير ده هسميه مسار. هرسم هنا دايرة، هفعل لون الفل ولون الستروك. كده انا رسمت دايرة عند مركز اللاير. تاني حاجة في المسار هنعمل مسار
هارسم أي مسار وليكن بالشكل ده. follow path باقدر من خلالها إن أنا أخلّي الlayer يتتبع layer، يعني أنا دلوقتي هاخلّي الlayer بتاع الدايرة يمشي على المسار اللي أنا رسمته، هاخلّي الدايرة تبدأ من هنا وتنتهي هنا. أول حاجة هاقف على الlayer الخاص بالدايرة وهاضغط على أداة follow path، هالاحظ إن المسار اللي موجود معايا ظهر. هاقف هنا على نقطة البداية الخاصة بالمسار، ولو أنا وقفت هنا ده خط الزمن هنقولها كده بسرعة، بس إن شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل لمّا ييجي وقته. أنا دلوقتي هاضغط هنا 0، كده أنا أنشأت مفتاح حركة ليّا والدايرة عند الفريم رقم 1، وممكن أقف عند الفريم رقم 72 وهنا أضغط 100% عشان الدايرة تتنقل معايا لآخر المسار، ولو أنا حركت كده هالاقي الدايرة ماشية في المسار اللي أنا رسمته. أظن كده الفكرة بقت واضحة. كده أداة follow path باقدر من خلالها إن أنا أخلّي layer يتتبع layer. layer هيكون فيه الشكل أو الshape اللي موجود معايا وlayer فيه المسار، وهاخلّي layer الshape يمشي في المسار اللي أنا رسمته في الlayer التاني. وكده نكون خلّصنا تالت أداة موجودة معانا وهي follow path. رابع أداة تيجي معانا في أدوات الlayers وهي rotate layer، ودي باقدر من خلالها إن أنا أعمل تدوير للlayer اللي موجود معايا بالنسبة لمحور X والمحور Y لحد ما أوصل للشكل اللي أنا عايزه. طبعًا مش عايزين نقول إن إحنا لو راسمين أكتر من شكل فإحنا كده بنتحكم في كل الأشكال اللي موجودة في الlayer. ولو عايز أرجّع الlayer للوضع الأصلي باضغط reset، وأقدر إن أنا أتحكم بالأرقام اللي موجودة معايا هنا سواء بالنسبة للمحور X أو المحور Y. وكده نكون خلّصنا رابع أداة تيجي معانا في أدوات الlayers وهي rotate layer. نيجي لخامس أداة موجودة معانا وهي share layer، ودي باقدر من خلالها إن أنا أعمل انحراف في الlayer اللي أنا راسمه. باضغط بالماوس وأسحب يمين وشمال، فأنا كده باعمل انحراف في الlayer بكل الأشكال اللي مرسومة عليه. وأقدر من هنا أتحكم في الانحراف بالنسبة لمحور X أو Y أو Z، وأضغط reset عشان أرجع للوضع الافتراضي. ودي بيكون استخدامها معانا قليل جدًا وما فيش فيها أي ملاحظات. وكده نكون خلّصنا خامس أداة موجودة معانا في أدوات الlayers. نيجي لسادس أداة موجودة معانا في أدوات الlayers. تعالوا كده الأول نرسم مجموعة من الlayers. هنا أنا عندي دايرة، هارسم layer تاني، هاغيّر اللون هنا، هارسم مستطيل، نعمل layer تالت، دلوقتي أنا عندي لايرات كتير وكل layer مرسوم عليه شكل. دلوقتي وليكن لو أنا عايز أوصل لlayer المستطيل مش هاقعد هنا أدوّر على اليمين فين layer المستطيل. سادس أداة بتيجي معانا بتقدر توفّر لي إن أنا أتنقّل بين اللايرات، بمجرد إن أنا باضغط على الشكل فهو كده نقلني لlayer المستطيل. بمجرد إن أنا ضغطت على المستطيل هنا هنلاحظ معايا إن هو نقلني لlayer المستطيل. ممكن نسميهم كده عشان الفكرة تبقى واضحة. ده المستطيل، المثلث، السهم. أول ما باضغط وليكن على الدايرة هالاقيه نقلني عند الدايرة، لو أنا ضغطت على المستطيل هيرجعني على اللاير المستطيل. نفس الفكرة بالنسبة للسهم وبالنسبة للمثلث، وما فيش فيها أي ملاحظات، هي بمجرد إن أنا باضغط على الشكل فهو بينقلني على اللاير الخاص بالشكل توفيرًا للشغل. وكده نكون خلصنا سادس أداة موجودة معانا وهي layer selector. سادس أداة تيجي معانا وهي أداة الtext، ودي باقدر من خلالها إن أنا أكتب نص. هالاحظ هنا إن أنا أقدر أكتب نص أول ما ضغطت على الأداة، وليكن هاكتب موهو، وأقدر من هنا أتحكم في لون النص وليكن اللون البرتقاني أو لون الstroke وليكن أخلّيه اللون الأبيض وأضغط أوكي. فأنا كده كتبت معايا نص. دلوقتي بقى موجود معايا layer عبارة عن نص كتابي، وفي مجموعة من الoptions إن شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل لمّا ندخل على الpanels الخاصة بالlayers. وكده نكون خلصنا سابع أداة موجودة معانا في أدوات الlayers. نيجي لآخر أداة موجودة معانا في أدوات الlayers وهي eyedropper. تعالوا كده في الأول نحذف الlayer الخاص بالنص. هاعمل layer تاني، الدايرة هنا على الlayer الخاص بالدايرة اللي واقف عليه، هارسم دايرة مثلًا. وليكن هنا هاعمل مستطيل. أنا كده عندي لايرين، لاير الدايرة ولاير المستطيل. الأيدروبر باقدر من خلالها إن أنا أعمل كوبي للألوان اللي موجودة على اللاير وأنقلها في لاير تاني. وليكن أنا دلوقتي فعّلت أداة أيدروبر، هاضغط على المستطيل،
هو كده عمل لي نسخ للمستطيل بألوان المستطيل. لو أنا وقفت عند الدايرة وضغطت Alt وضغطت على الدايرة هلاقيه خد نفس ألوان المستطيل سواء لون الفيل أو لون الستروك. يبقى أول حاجة عشان أستخدم الأداة دي يبقى أنا عندي اللايرين، وليكن هقف على لاير الدايرة وهضغط على الدايرة. بمجرد إن أنا باضغط على الدايرة فهو كده عامل لي نسخ للدايرة لون الفيل ولون الستروك، ولو أنا كمان عامل إفكتات على الدايرة فهو بينقل لي الإفكتات دي. وأروح للمستطيل وأضغط Alt واضغط على المستطيل فهو كده عمل لي نقل للون الفل ولون الستوك الخاص بالدايرة للمستطيل. كمان لو أنا زودت هنا هقف على الدايرة، لو أنا كمان عايز أزود إفكتات ودي إن شاء الله برضه هنشرحها بالتفصيل في البانر الخاصة بالستايل، وليكن هعمل شادو ونعمل إفكت تاني وليكن دروب شادو. أنا دلوقتي واقف على الدايرة وبأداة أي دروبر هضغط على الدايرة فهو كده عمل نسخ لكل خصائص الدايرة. واقف على المستطيل واضغط Alt واضغط على المستطيل. هنلاحظ هنا كمان إن هو نقل لي كل الخصائص اللي موجودة في الدايرة للمستطيل سواء الشادو والدروب شادو اللي أنا عامله. وكده نكون خلصنا آخر أداة تيجي معانا في أدوات اللايرز. أتمنى يكون الشرح سهل وبسيط، وإن شاء الله لو في أي تعقيدات فأنا معاكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.